بما ان الطحينه بقت من الحاجات الغاليه جدا دلوقتي، تعالوا من ربع كيلو سمسم نعمل احلى طحينه خام. اول حاجه هنجيب ربع كيلو من السمسم الابيض اللي مش متحمص، وهنحطه على النار يا دوبك كده نقلبه تقلبتين مع شويه ملح، معلقتين كبار دقيق، وهنقلبهم كده. احنا مش عايزين نحمصهم، احنا عايزين نطلع منهم الرطوبه ونخليهم يبتدوا ينزلوا الزيوت بتاعتهم. بعد كده هنجيب المطحنه بتاعه الخلاط وهنبتدي نحط جزء من السمسم ونطحنه لحد ما ينزل كل الزيوت بتاعته، والكميه تقريبا هتتعمل على 3 طحنات او 4 بالكتير. وهننقلهم بعد كده على خلاط، وهنزود عليهم ربع كوبايه من زيت ذره او زيت عباد الشمس المتاح عندكم، ويفضل ننزل بيه سرسوب خفيف كده واحنا مشغلين الخلاط. لو حسيتوا ان الطحينه بتاعتنا محتاجه تخف شويه ممكن تزودوا معلقتين تاني من الزيت، بس كانت ربع كوبايه من الزيت طلعت القوام زي ما انتم شايفين كده تحفه. طبعا ريحتها احلى بكتير من اللي بنجيبها جاهزه، لان دي سمسم بيور مش مضاف لها اي حاجه. خطيره، مش عايزه اقول لكم بجد حلوه قد ايه. هنعمل بقى شويه سلطه طحينه كده، خدنا شويه من الطحينه عليها فص ثوم، عصير نص ليمونه، معلقه من الخل، ورشه من الكمون، رشه من الكزبره، ورشه من الملح، وبس كده. هنقلبها وهنخففها بشويه ميه، ومش قادره اقول لكم بقى قوامها وطعمها مظبوط قد ايه. هنحط على الوش رشه من البابريكا كده تزيين، يعني شايفين قوامها حلو ازاي. بجد جربوا اعملوها، سهله وموفره وطعمها خطير، احلى بكتير من اللي بنجيبها جاهزه. جربوها هتعجبكم جدا.